فنيات المذاكره؟ اختيار وقت المذاكره. في حاجه اسمها عافيه اليوم. ايه عافيه اليوم؟ عندك عافيتين، اقعد ذاكر لي طول اليوم وضيعهم، انت ضيعت عافيه اليوم. من الفجر للظهر ده عافيه كده، ده بلك كده على بعضها كده تذاكرها تبقى عملت حاجه. ومن العشاء للفجر دي عافيه، اختار يا دي يا دي. يبقى ترتب نومك انك من العشاء للفجر قاعد على المكتب، يا اما من الفجر للظهر، ده طبعا اقوى واحسن، ولكن لان الكورتيزون هرمون النشاط بيبقى في قمه البيك بتاعته 9 الصبح، ولكن انت حر بقى، انت والايه والبيولوجيكال كلوك بتاعتك انت حر. انما اختار عافيه من عافيتين اليوم، يا دي يا دي. بعد كده بقى اليوم كويس مفيش مشكله. يبقى اختيار وقت المذاكره، اختيار مده المذاكره دي نقطه ثانيه. فن المده، يعني ايه فن المده؟ علميا بيقول لك بعد 30 دقيقه ما بتستوعبش الكلام ده، واقعيا يعني مش مطبقينه قوي، لان انا ممكن اقعد ساعه ونص على المكتب وانا نفسي مركز كويس جدا. انما خد بريك، يا اما بعد ساعه يا اما بعد ساعتين، لمده ربع ساعه وثلث ساعه، لا هتقعد فيها على واتس ولا تقعد فيها على فيس. يا اما تتوضى وتصلي ركعتين وتدعي ربنا، يا اما تفتح فيها مصحف. استعينوا بالصبر والصلاه، مش استعينوا بالفيس والواتس والسوشيال ميديا. يا اما انك انت يبدا الوقت البريك بتاعك ده اعمل لنفسك مكافئات فيه. طب انا هاكل، طب انا هلعب شويه رياضه، طب انت لو مثلا انزل لف حوالين البيت 7 مرات وتطلع تاني، يبقى انت حرقت شويه اي تي بي جواك. اعمل اي حاجه، يبقى انت شوف المكافاه اللي انت نفسك لها، ساعتين ونص ساعه مكافاه. يبقى اختيار مده المذاكره. في حاجه تانية اللي هي اختيار طريقه المذاكره. افهم قبل ما تحفظ. انتوا عارفين احنا كليه طبعا 3 A و4 B و5 C، وتقعد بقى كانت ايه الايه وكانت ايه الايه البي مش بتذاكروا بالطريقه ديت. يعني مثلا يقول لك اللي بترفع الموضوع الفلاني ماده الادرينالين وماده السيروتونين ومثلا الجوانين. ادرينالين يبقى ده واحد اسمه ادري، سيروتونين بنت اسمها ساره، فادري بص لساره فحبها، فلازم الاثنين في الاخر يحصل لهم جوانين يتجوزوا. يبقى ادري حب ساره واتجوزوا، يبقى انت حفظت النقطه، عملت الموضوع في شكل قصه وفي الاخر انت حفظت نقطه. ده حلو جدا، انما افهم الاول، لان لما تتحمل المعلومات على الفهم انت هتبقى انسان قادر انك تسترجعها بكل سهوله، غير ان الموضوع يبقى حفظ وصم واقلب المذكرات بعد ما تخرج من اللجنه وخلاص لم يكن علم ولم يكن طريق يبتغى به الجنه. افهم، لان ربنا بيحب الانسان اللي بيفهم، مش تبقى بتصم وخلاص، بالذات ده تخصصك، ده الكارير بتاعك طول حياتك، افهمه. فخليك انسان فاهم مش انسان حافظ وبس.